السلام عليكم. اخوانا، تعرفون هذه الإعلامية اللي أمامكم على الشاشة اللي اسمها ريم، هذه اللي ظهرت في برنامج حيث نلتقي مع الشيخ أحمد سلمان والشيخ السني كريم شنيبة. فهذه هي كانت مقدمة البرنامج. فبعد ما تعمقت بقضية أهل البيت عليهم السلام وبكلام الشيخ أحمد سلمان، شافت بعض الكلام المنطقي وحبت أنه تجرب أن تزور أهل البيت عليهم السلام. فالحمد لله وشكر رب العالمين وفقها، وإجت وين؟ إجت لي كربلاء وإلى النجف الأشرف، وزارة الإمام علي، وزارة الإمام الحسين عليه السلام، والإمام العباس. وهي تسوي بث مباشر، تمام؟ تزور تمشي لازم تليفونها وتصور بث مباشر، تمام؟ أثناء البث المباشر تجيها تعليقات سلبية هي طبعا هي سنية، تجيها تعليقات سلبية من تونس ومن السنة، يعني من غالبية السنة، على فعلها هذا اللي هو زيارة المراقد المقدسة. خلينا نشوف شنو قالت وعلقت عن هذا الكلام، اللي قالت بأنه أنا رحت إلى فلان مكان ما انتقدوني، ليش هسه انتقدوني؟ تعالوا خلينا نسمع كلامها. أن أزور كنيسة القلب المقدس في فرنسا وأكتب مقال كامل عليها، ولا أحد يقول شيء، يعني عادي طبيعي، المقال جميل وكل الناس يقرؤوه ما في إشكال، يعني ما لا يزعج. ولكن أن أزور سيدي الحسين سبط رسول الله وابن سيدة الزهراء وابن سيدنا علي الذي هو باب مدينة العلم، وسيدة الزهراء التي يقول عنها الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة روحي التي بين جنبي، يعني أنا بي وعلي، فليكن بي وعلي في حبهم. أي نعم، أنا أتحمل أن يكون بي وعلي في حبهم، ولا أخاف في ذلك لومة لائم. مثل ما سمعتوا اخوان، قالت بانه هي راحت الى كنيسه في فرنسا يمكن، وكاتبه عنها مقال وتنشر كذا، لكن تقول ما لقيت اي واحد ينتقدني ويقول انت ليش زايره كنيسه. تقول لكن هسه من اجيت لي مراقد اهل البيت، لي سبط رسول الله، ازور الامام علي، ازور ابو الحسن والحسين، ازور الحسن كذا، ازور ابن فاطمه الزهراء بنت النبي، تقول اشوف هجمه علي واسعه. يعني شوفوا اخوان الى اي درجه وصل الحقد لاهل البيت عليهم السلام. يعني هذا الحقد والبغض وين يردون يوصلون به ما ادري. احمد بن حنبل قال: لا يكون الرجل سنيا حتى يكون في قلبه بغض لعلي بن ابي طالب. هذا مو روايه بالنص، بس هذا معنى الروايه يعني واكو طبعا غيرها، اعتقد هاي في كتب الشيعه، اكو روايات كذلك في كتب السنه تقر بانه ماكو شخص يكون سني إذا ماكو في داخله شيء على علي بن أبي طالب. فحاشا لله أن نكون من هؤلاء، من هاي المجموعة الحمد لله والشكر اللي رزقنا التشيع، واللي رزقنا محبة أهل البيت عليهم السلام، اللي رزقنا الثقلين